تحية طيبة لكل مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم. شركة سامسونج أضافت بعض المميزات على S24 ألترا، وهاي المميزات لم تطلقها في المؤتمر الذي أطاحته شركة سامسونج. هذه المميزات اللي أضافتها شركة سامسونج على هذا الجهاز الراقي، راح أشرح لك إياها شنو المميزات اللي أضافت عليها. بعض المميزات من ضمنها الكاميرا الأمامية، وبعضها الشاشة الرئيسية. تابعوا إلى الفيديو راح أشرح لك بالتفصيل أهم المميزات على هذا الجهاز الجديد. في مؤتمر الكشف عن عائلة جالاكسي S24 تكلمت الشركة عن قدرات كاميرا تيليفوتو في عدسة الهاتف ألترا. مع ذلك لدينا مميزات لم تتحدث عنها سامسونج في المؤتمر. إليكم 6 ميزات مهمة في كاميرات الهواتف الجديدة. أولاً، فيديو مزدوج. هناك ميزة تسمح للمصورين تحكماً أعلى في فيديوهاتهم المسجلة والخروج بنتائج أفضل عن المميزات المفيدة المدرجة، بما في ذلك خاصية التسجيل المزدوج لالتقاط فيديو بالكاميرا الأمامية وأحد الكاميرات الخلفية سواء الرئيسية ألترا وايد أو تيليفوتو، بعدما كانت في الأجيال السابقة تحصر المستخدم بالاستفادة فقط من كاميرا خلفية وحيدة. سامسونج أيضاً فعل جودة 4K في الكاميرتين، لكن حصرية فقط لنسخة ألترا. ثانياً، كاميرا أسرع. سامسونج قالت إن الكاميرات أسرع في كل أنماط التصوير، تلتقط الإطار الواحد، تعالج الإطارات المتعددة، وتسجيل فيديو HDR بسرعة عن الأجيال السابقة. أيضاً إمكانية تحسين تجربة التقاط أكثر من صورة في وقت واحد، يمكن الآن التصوير خلال وقت معالجة الصورة السابقة. ثالثاً، صور بورتريه أفضل. كاميرات 24 تستعمل الذكاء الاصطناعي للتحكم بمستوى ونوع ضبابية صور بورتريه تلقائياً حسب أوضاع ومكان التصوير والإضاءة. تطبيق الكاميرا يتحكم في ضبابية الخلفية أو العناصر القريبة. الكاميرا الآن تتعرف على القطط والكلاب وتحويلها لصور بورتريه. رابعاً، دعم أفضل لاكسسوارات الكاميرا. البعض يستخدم اكسسوارات متقدمة مثل العدسات الخارجية لرفع مستوى الاحترافية. الآن S24 الجديدة تقدم تجربة أفضل لهذه الملحقات مع تصحيح أذكى للنتائج. على سبيل المثال، هذه الملحقات تتطلب من المصور إدارة صور بزاوية 180 درجة في بعض الأوضاع، بينما الهواتف الجديدة تصحح هذه الصور لتكون واقعية أكثر. خامساً، صور 24 ميجا بكسل خام. بغض النظر عن نمط صور 200 ميجا بكسل، سامسونج الآن تمنح لك صور 24 ميجا بكسل في نمط اكسبرت رو لصور خام عالية الجودة وغير خاضعة لأي معالجة أو تحسين عبر السوفتوير. يتم ذلك عبر دمج مجموعة من إطارات 12 ميجا بكسل وصورة 50 ميجا بكسل. سادساً، مراقبة الصوت. هواتف S24 تتيح الآن ميزة سماع الصوت الذي يستقطبه الميكروفون أثناء تسجيل الفيديو. يتطلب ذلك توصيل سماعات سلكية أو لا سلكية عبر البلوتوث أو سبيكر. هذه ليست المرة الأولى التي نرى فيها هذه الخاصية في الهواتف الذكية. LG كانت السباقة في طرح هذه الخاصية في هواتفها، لكن لم نحظى من قبل بهذه التجربة في هواتف سامسونج. ستكون إضافة عملية ومفيدة جدا خاصة لصناع المحتوى.